في مركز مجدي يعقوب للقلب كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة. كل شعب من شعوب العالم له عاداته وتقاليده، واحنا النهارده معاكم مع شعب الامارات من ابو ظبي ومن قدام قصر الرئاسه. هنحاول النهارده اننا نفرجكم على معالم كتيره في ابو ظبي، وهنتعرف كمان مع بعض على اهم عاداتهم وتقاليدهم. مجتمع الامارات مجتمع مفتوح، رغم ده بيحافظوا برضو على عاداتهم وتقاليدهم. الفرح تحديدا في الامارات من زمان وهو قاعه للرجال وقاعه للسيدات، ما زال حتى الان بيعملوا نفس الاسلوب ونفس الطريقه. ممنوع نهائي تصوير داخل قاعه السيدات، وممنوع السيدات تتواجد في قاعه الرجال، والعكس صحيح. عشان كده عشان نقدر نحاول اننا نقتحم الفرح هنحاول مع بعض، لكن عن طريق زميلنا حامد، هو الوحيد الحقيقه اللي مسموح له انه يدخل ويصور معاكم. خليكم معانا. احنا بنشرب قهوه عربيه. لو انا مش عايز تاني لازم اعمل له كده كده، يبقى انا مش عايز تاني. اوكي. مرحبا خشمك يعني خشمك عليه الشحم. مرحبا مرحبا من سرت لين جيت، ترحيب عد السحاب وعد التراب. مرحبا مصري واهلها. معاك اخوك الفنان علي التميمي طال عمرك. والنعم بكم والحاضرين كلكم. ونحن في غي اخونا، في غي المحامي ولد المحامي حامد المنهالي. تسمع بنظن هذول الرجال عز وفخر. تسمع طال عمرك من يقول ومن يقول عضداننا وعضدانهم. تسمع طعم وذا الغي وذا الفرح عادات تراث تقاليد عندنا نحن. تسمع تشوف الحربيه فرقه خميس المقبالي. تسمع من هالزين وهالدنيا وهالضي والعرب اللي جايين الشاير والياي والباب مفتوح والقلب مفتوح لكم يا من القلب والروح. ها وان بغيت مني الروح اعطيتك انا الروح. جناكم من مصر عشان القلب الطيب هذا. وانت طيب ومصر وشعبها كله طيبين وريسكم كذلك. يعني الله ان شاء الله يبعد عنكم الشر ويتاجي عليكم. وان شاء الله المجرمين كيدوا بنحورهم وتبقى مصر ام الدنيا. والله يسلم ريسكم ونايبه والشعب كله ان شاء الله من صغيره ولا كبير. تسمع طعم وفنانين مصر كلها. وعادل امام. عادل امام. عادل امام هذا حبيبي. وسيد الزيان الله يرحمه بعد حبيبي. كان في عبد الله طال عمرك يسمونهم اخو عبد الله غيث. عبد الله غيث. شفت انا مركز معك كيف؟ الله اكبر يا ابو التركيز انت. عبد الله غيث يا نهريف يا اخوه حمدي غيث. هذول عمالقه الفن. تسمع طال عمرك يوهني ومثلوا في تلفزيون ابو ظبي في سنه 75 وانا كنت مشرف عام التراث في الاذاعه والتلفزيون. يونيه بجانب اني كان مشرف عام التراث اني ممثل. بامر زايد الله يرحمه خلاني امثل. تسمع وطلب مسلسل ابو خرخاش طول عمر وشبع طماشه. طول عمر وشبع طماشه. انا شبعه في البر يشهدون علي وين يريور البحر قطع بيديه يشهد سيفي والبندقيه. يقول لي ما يصدقني. طول هذا المسلسل في 75 بطولتي. تسمع مع عمرك وسيد الملاح صاحبي وصديقي. طبعا انت الان تصور هذا التراث العريق. هذا التراث على فكره
اللي أصر عليه واستمر لليوم الله يرحمه ويغفر له ويغمد روح الجنة. قولوا آمين. صاحب السمو الشيخ زايد الله يحفظه. هو اللي مشى على هذا التراث وأبناء من بعده مشوا عليه ويأكدون عليه. هذا اللي تشوفه كله تراث. قول لي بقى انت جاي تحضر الفرح النهارده، فرح مين وازاي جيت حضرت؟ ده ابن اخويا يعني الاستاذ حامد المنهالي. طيب علاقة مصر بالامارات وعلاقة الشعب المصري بالامارات؟ والله هي تقريبا اقوى علاقه دلوقتي قايمه يعني في الوطن العربي يعني. اسمك ايه؟ رضوان. جاي تحضر فرح مع بابا؟ ايه رايك في افراح المواطنين هنا الاماراتيين؟ حلو. ايه القناه المصريه اللي جايه تشارككم العرس النهارده؟ والله مش غريبة هذا الشيء على القناة المصرية، وأنا ما أسميها مصرية، أسميها مصرية إماراتية، وهذا مكانكم، مش يعني أنه مكان جديد ولا غريب، وهذا الشيء مش غريب عليكم، انتوا دائما تحسونا طال عمرك أن عائلة واحدة نحن وياكم. مصر الإمارات على شاشة المصرية برعاية